طريق السريع تزنيد الداخلة هو مشروع استراتيجي وكبير جدا، جاء في واحد الرؤية ملكية للتنمية الشاملة للأقاليم الجنوبية، وذلك بطبع في إطار يعني النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي انطلق في 2015 في الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. الطريق السريع تكلفة كبيرة أكثر من 9 مليار درهم، وطول يصل إلى 1055 كيلومتر. وهذا المحور الكبير كيتوسطوا واحد الجسر زيادة على 15 جسر كذلك التي فتحت لحركة السير، و980 كيلومتر التي فتحت لحركة السير بعد إنجاز التشوير. فهاد الجسور كلها كلفت يعني ما يقرب من 2.4 مليار ديال الدرهم، يعني 240 مليار سنتيم اللي كلفت هذه الجسور. هذه الجسور والقناطر التي أنجزت بكاملها ما عدا هذه الإضافة ديال هذا الجسر اللي غيكون في مدينة العيون على واد الساقية الحمراء، اللي هو جسر جد متميز وغادي يعطي إضافة لمدينة العيون وجهة العيون، وغيكون أكبر جسر على صعيد المملكة، واللي حنا كنعدوا يعني كنستعدوا إن شاء الله باش ينطلقوا به الأشغال. جسر كبير، الطول ديالو تقريبا واحد 1700 متر، في أساسات عميقة كتوصل 50 متر، والعلو ديالو كيوصل 50 متر. وهذا الجسر يعني خدينا بعين الاعتبار يعني القرب ديالو من مدينة الجمالية، يعني خدينا بعين الاعتبار أولا القرب ديالو من مدينة العيون باش تكون واحد الإضافة كبيرة، زيادة على كل الإكراهات الطبيعية، الترمل، الملوحة كلها خدت باش يكون إن شاء الله هذا الجسر يكون يستوفي لهذا الهدف ديال الجودة، وخاصة الاستدامة التي كانت عنوان إنجاز طريق السريع تزنيد الداخلة.